إلى إيران يجب أن يتم محاكمته ويجب أن يتم ردعه، لأن البحرين تمتلك من المعلومات ومن الأجهزة الأمنية ما يجعلها ما يجعل القبض على هؤلاء المتجهين إلى إيران سواء للتدريب أو للتمويل. طيب، يعني هذه الخلايا ليست هي الأولى المرتبطة بإيران والتي يتم الكشف عنها في الداخل البحريني. ما الخطوات التي اتبعت لإيصال يعني هذه المعضلة إلى المجتمع الدولي وأيضا محاسبة من تطال يده أمن البحرين؟ في الحقيقة يعني وزارة الخارجية تقدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشكوى رسمية تشتكي الجارة المزعجة إيران من كثرة تدخلاتها في البحرين. لدينا من الأدلة ولدينا من المعلومات ولدينا من الاعترافات ما يكفي لإدانة إيران، ولكن أطالب أنا وزارة الخارجية أن تقوم بتكثيف الشكاوى في الجهات الرسمية الدولية سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان أو المحاكم، كذلك المحاكم الدولية. يجب على وزارة الخارجية أن تكثف من هذه الشكاوى ضد إيران لكف يد إيران عن التدخل في مملكة البحرين. شكرا جزيلا لك جمال بو حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، كنت معنا من المنامة. شكرا جزيلا لك. نتوقف من جديد مع فاصل قصير ونتابع أيضا. تحديات الأمن والإغاثة تتصدر